عمرك حسيت بفجأة جاتلك فكرة في دماغك أو كلمة أو صورة من غير أي سبب واضح؟ بتقف كده تقول إزاي افتكرت ده فجأة؟ العلم بيقولك الموضوع مش صدفة. دماغك دايما بيشتغل في الخلفية حتى وانت مش مركز، بيخزن حاجات كتير، تفاصيل صغيرة، مواقف، كلمات مش دايما احنا واخدين بالنا منها. ولما حاجة تجهز لمشهد معين أو إحساس، الدماغ بيطلع لك المعلومة دي فجأة، زي فيلم صغير بيتلعب في دماغك وانت مش واخد بالك. وعجيب كمان، الذكريات اللي فجأة بتيجي مش دايما حقيقية بالكامل. أحيانا دماغك يخلط حاجات ويقدم لك نسخة من الماضي، فتحس إنها جديدة أو قديمة أو حتى غريبة. في النهاية يمكن دي طريقة دماغك عشان يفكر، يذكر، يحذر أو يدهشك شوية. يعني كل ما جالك حاجة فجأة في دماغك، اعرف إن دماغك شغال في صمت ومش بيقف أبداً.